السلام عليكم. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ عروض؟ عروض ايه؟ على عمليات؟ لا خالص، لا عروض عيد ولا اي حاجه، مفيش حاجه اسمها كده في التجميل. لا لا، احنا ملناش دعوه خالص المراكز التانية عامله ايه. العروض بس لو في حاجه بخصوص خدمات جوه العياده، غير كده لا، مفيش عروض على العمليات. خلاص، في انتظار تشريف حضرتك ان شاء الله. اما تيجي هفهمك بالظبط احنا بنعمل ايه ومحتاجين ايه، فانت هتبقى مستوعبه معانا الدنيا. خلاص، في انتظار تشريفك ان شاء الله، شكرا جزيلا. عمليات التجميل غاليه ولا رخيصه؟ في حاجة اسمها عرض على عملية، يعني أقلل من مستخدم هحطه في العيان، ولا أقلل كفاءة دكاترة التخدير، أو أقلل كفاءة جراح، أو أقلل فترة إقامة المفروض المستشفى يقعدها العيان. كل ده ما ينفعش. بالتالي مفيش حاجة اسمها عرض على عملية تجميل. أي حاجة بخصوص مراكز التجميل العروض بتبقى عبارة عن إيه؟ عرض عن خدمة جوه العيادة، فيلر، بوتوكس، أي حاجة. ده بيحصل ليه؟ احنا كالنهارده ناس بتستخدم البوتوكس والفيلر فبيجي لي بنفيت. ندي مثال بسيط، كل 100 فايل فيلر او بوتوكس بيدونا 5 مثلا هديه. الخمسه دول مش بتوعي، الخمسه دول المفروض نقللهم من 8 ل 100، فساعتها نعرف نعمل عروض، يبقى عرض كده بمناسبات معينه، او لما يبقى عندنا خلاص بنخلص مع الشركات كل كوارتر فبيبقى ليا البونص بتاعي، وانس ان انا خدت البونص اعرف اعمل بيه عروض بتحصل عندنا. غير كده العمليات ما ينفعش خالص. لكن عمليه التجميل هي عمليه رفاهيه، انا بحترم مهنتي وبحترم عياني، فلازم اصرف على عياني كويس. يعني مكان اقامته كويس، العيان اللي محتاج يبات يوم او يومين بيقعد يوم او يومين، الادويه اللي بياخدها، المستلزمات اللي بنستخدمها في العمليات، وفتره متابعه ما بعد العمليات. ده يساوي فلوس. لكن عمليه التجميل في الاخر عشان تبقى ناجحه لازم تبقى ايه؟ الغالي ثمنه فيه. الغالي ثمنه فيه، مش الاوفر ولا الاسعار اللي بنسمعها. هو في متوسط لعمليات التجميل. كان معاكم دكتور وائل يحيى، اشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله.